السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ مجموعة من حبايبي والناس المقربة ليا طبعا يعني شوية قرايبي على شوية صحابي كده نصحوني خصوصا لما شافوا اخر فيديوهين ليا ان انا كنت بشتم فيهم الزمالك لما نادي الزمالك جاب جون هدف غير اخلاقي يليق جدا بنادي الزمالك في مباراة الاتحاد. لعيب من الاتحاد كان معاه الكورة ماشي بالكورة لوحده ووقع اتصاب ركبته لفت تحتيه، قام زيزو خد الكورة وراح بصل لسيف الدين الجزيري وجات جون. الغريب ان محدش اعترض خالص من جمهور ومنظومة الزمالك كلها. وشفتوا طبعًا اللي حصل ما بين دونجا وزيزو في الهدف التاني، ولكن لقطة ما حبيتش إن أنا أطلع أتكلم عنها. وبعدين برضه شافوا الفيديو بتاعي بعد مباراة الوداد، ولمّا أنا قُلت عليه شخة الأمة. طبعًا هم في المغرب بيقولوا عن نفسهم وداد الأمة، أنا مسميهم شخة الأمة. طبعًا عشان أسلوبهم اللي هم بيناموا فيه على ضهرهم وعلى بطنهم وعلى جنبهم، وبيناموا في أوضاع كتير جوّه الملعب أول ما بيكونوا كسبانين، أول ما الفرقة اللي قدامهم بتكون خسرانة. لو الكرة طلعت out أو ضربة مرمى، الفرقة اللي خسرانة أو الخصم بتاع الوداد ما بيلاقيش الكورة، ما بيرضوش ينزّلوا الكورة، وتضييع وقت وفاولات استفزاز للخصوم جوّه لأرضهم عشان يخرّجوهم، وضغط على الحكم حتى لو هم عارفين إن الكورة ما فيهاش حاجة، بيضغطوا على الحكم عشان ياخدوا حاجات مش من حقهم وحاجات غير قانونية، وبيقلبوا الماتش لخناقة شوارع، مع إنها في الأول وفي الآخر 90 دقيقة كروية، كورة بتتلعب رياضة، والرياضة أخلاق قبل أي حاجة، ولكن هم مش ما عندهمش أي مانع يكسبوا بأي طريقةٍ كانت، حتى لو كانت غير أخلاقية. فالمهم يعني الناس القريبين مني دول يعني، اللي يهمهم أمري وأنا طبعًا أمورهم تهمني، نصحوني إن أنا أكون متماسك أكتر من كده، وإن أنا أكون مؤدّب أكتر من كده في تعبيري أو في الفيديوهات اللي أنا باعملها. ولكن يا جماعة الخير، سمعت طبعًا منهم وقُلت لهم والله هاحاول، والله أنتم صح، أنا عارف إن أنا باتجاوز وباغلط، ولكن غصب عني أنا باشوف الحاجات اللي هي مش طبيعية ديّة، الحاجات اللي هي استفزازية ديّة، ربنا خالقني ما باعرفش أفوّت الحاجات اللي هي تحيد عن الحق، تحيد عن العدل، تحيد عن الصح والطبيعي، وفطرة الله في خلقه، وفطرة الله في أرضه. ربنا خالقني ما باعرفش أحيد عن الحاجات ديّة، ما باعرفش أشوف الحاجات ديّة وأسكت، وأنا باشوفها، للأسف هي بتيجي قدّامي وأنا باشوفها. فباشوف ده من الزمالك وباشوف ده من الوداد وباشوف ده من الفرق اللي بتلاعب النادي الأهلي. ليه يا جماعة بتقلبوا الماتش حاجة غير الكورة؟ ليه ما بتلعبوناش كورة؟ ليه ما بتلعبوناش 11 ضد 11؟ حاولت إن أنا أتماسك، ولكن أثناء محاولتي إن أنا أتغيّر وإن أنا أتماسك أو أكون إنسان أهدى في فيديوهاتي وفي كلامي، أتفاجأ بالزملكاوي اللي أنتم شفتوه طبعًا، الولد اللي عملوا معاه لقاء داخل المطار في نفس توقيت وصول النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي للمغرب، في نفس التوقيت اللي النادي الأهلي ولاعيبته خارجين من المطار رايحين يركبوا الأوتوبيس، نتفاجئ بإن في راجل شكله شكل الرجالة، ولكن تصرفاته لا تمت للرجالة بصلة، شكله شبه الرجالة ماسك علم فريق الزمالك، خلّيني أقول الزمالك مش هاقول حاجة تانية، فريق الزمالك، وجاي بيتنطط وبيتحربق، بيتلوّى زي الحيات، بيتكلّم كلام أنا ما فهمتوش الصراحة، ولكن مُجمله إن هو جاي يشجّع إخواته في الظلم، يقول لك أنا جاي أشجّع الوداد، أنا جاي من ألمانيا للمغرب عشان أشجّع الوداد إخواتي في الظلم. ظلم إيه؟ ظلم مين؟ يقول لك النادي الأهلي 16 سنة على التوالي دور ال8 بيلعب الماتش العودة مش الذهاب، العودة على أرضه. 16 سنة في دور ال8، دور ال8 إيه أصلًا؟ هو يعني هو طب وبقية البطولة؟ ما جابش سيرتها، لأ قال لك هو الأهلي بمحاسبه وعلاقاته ووصايته جوه الاتحاد الأفريقي 16 سنة على التوالي بيلعب دور ال8 في العودة، ماتش العودة على أرضه. أنت عيان يالا؟ أنت ياد في حاجة في دماغك والّا في حتة أنت في أنت إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ يعني إشمعنى دور ال8 اللي أنت ذكرته؟ مع حضرتك أنا باكون لسه خارج من مجموعات، وباكون خارج من التمهيدي، وباكون خارج من ساعات بالعب دور ال64 عادي، اللي هو التمهيدي، وبالعب 32 وبالعب المجموعات، وبالعب دور ال8 وبالعب دور ال4 وبالعب النهائي، يعني أنا والنص نهائي والنهائي. أنت إشمعنى دور ال8 اللي حرقك أوي والّا تعبك والّا أنت حد عمل لك حاجة في دور ال8؟
ولا انت عشان الزمالك بيخرج كل سنه من دور الثمانيه، او لو وصل له اصلا بتفتكروا ان ده النهائي، فانتوا فاكرين ان دور الثمانيه ده هو اخر حاجه في البطوله؟ لا، ما هو في تكمله، ما هو البطوله بتكمل، ما بتخلصش، ما بتقفش عند دور الثمانيه. انا مش فاهم الدماغ دي ايه، وانا برد اصلا عليه انا مش فاهم. الفيديو كله هزلي والله اللي انا بقوله ده يعني، ولكن هو قال كده. انا حاسس بيك، انا حاسس بيك زي ما حسيت السنه اللي فاتت بواحد اللي انا كنت عامل عليه فيديو دقيقتين، يعني انصحكم ان انتوا تشوفوه، هسيب لكم اللينك في اول كومنت. فيديو دقيقتين السنه اللي فاتت لما كان النادي الاهلي بيلعب سان داونز في جنوب افريقيا، وفي فيديو لمشجع زملكاوي مصري واقف في مدرجات سان داونز وفضل يشجع سان داونز سان داونز سان داونز لحد ما زوره اتجرح وصوته راح. مصري قاعد في مدرجات سان داونز في جنوب افريقيا بيشجع سان داونز ضد النادي الاهلي المصري. يا جماعه جمهور الزمالك ده معمول من ايه؟ يا جماعه جمهور الزمالك ده، انا اسف ان انا بقول جمهور الزمالك وبجمعهم في جمله مفيده. انا عارف ان مفيش حاجه اسمها جمهور الزمالك، وقلت لكم 100 مره مليار مره مفيش حاجه اسمها جمهور الزمالك. الزمالك مالوش جمهور. الزمالك اصلا كيان مش موجود. الزمالك ده فسل. الزمالك ده نكره. الزمالك ده لا يستحق حتى الذكر بادب في جمله مفيده. لان الزمالك هو مجرد بقى الزمالك لان هو اللي ورا النادي الاهلي على طول، وجمهور اللي بيكره النادي الاهلي في مصر، اللي عندهم عقد من النادي الاهلي ان هو على طول ناجح، على طول بيكسب، على طول بيشرف بلده او بيشرف قارته، اسطوري، مؤدب، عنده اخلاق، عنده مبادئ، عنده اسس وقياده وتعاليم ماشي عليها من اول يوم لحد يوم القيامه باذن الله. هم كارهين النجاح ده. فمين اللي ورا الناجح ده على طول؟ هو الزمالك. اذا انا زملكاوي. هم بيفكروا كده. وقلت لكم قبل كده بدل المرة 1000 وبدل ال1000 مليون، مفيش حاجة اسمها زملكاوي. في حاجة اسمها أنا بكره الأهلي فبشجع اللي ورا النادي الأهلي على طول، اللي هو قدرا اسمه الزمالك. يعني فهمتوا ليه في مشجعين كتير بيشجعوا الزمالك؟ مع استغرابنا ان في اصلا حد يشجع الزمالك، حد ربنا اداله عقل يشجع الزمالك. طبعا انا كلامي على معظم جمهور نادي الزمالك مش كله، ولكن الفئه اللي انا بذكرها دي انتوا عارفينها كويس. هم اللي ماسكين بيدجات الزمالك، وهم اللي ماسكين القيادات، وهم اللي ماسكين كبراء التشجيع وكبراء المدرج وكبراء السوشيال ميديا والكوادر بتاعتهم والحاجات دي كلها ومجالس الادارات والكلام ده كله. في حاجه كده، في حد يعني بيشوف، في حد بيفكر كده؟ في حد عاقل يفكر كده اصلا؟ في حد ربنا اداله مخ ويروح يشجع نادي الزمالك بكامل ارادته وبكامل حبه واحترامه لنادي الزمالك؟ مش المفروض ان انا عشان احب زوجتي اكون محترمها؟ طب لو زوجتي دي يعني تعباني في حياتي، ما هطلقها. لو انا عندي صاحب والصاحب ده مش تمام، ما انا مش هصاحبه. لو صاحب اخلاقه مش كويسه هنفصل عنه، مش هصاحبه تاني. ولكن كون ان انا اشوف نادي الزمالك فيه كل المصايب والفضائح دي واكمل، انا كده بكمل عندي في مين؟ في النادي الاهلي. انا كده بكمل عشان الناس ما تاكلش وشي. قرايبي، صحابي معايا في الشغل، اصحابي في المدرسه، اصحابي في النادي، اصحابي في العماره، جيران، اي حد ما ياكلوش وشي. الناس دي عارفه ان انا زملكاوي، والزمالك عمال ينحط 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 وينحدر وما فيهوش اي حاجه تشرف. بس انا لسه زملكاوي ليه ده ضد الطبيعه الانسانيه اصلا، وضد فطره الله في النفس البشريه، ان هي تحب ما يؤذيها. دي حاجه ضد الفطره، ولكن انا مكمل على حاجه ضد الفطره ليه؟ الحدق يفهم. الحدق يفهم. انا حاسس بمشجع الزمالك دوت، وحاسس بيه يعني. انا حاسس بقمه الذل والانكسار اللي جواك والله. انت انكسرت واتذليت واتهنت لدرجه ان انت بقيت تشجع اي حد بيضايق النادي الاهلي، اي حد ممكن ياخد حاجه من النادي الاهلي. ما هو انا طالما مش عارف انزل الناجح ده من على عرشه، هدعم اي حد ممكن يضايقه. طالما انا مش قادر بايدي بدراعي انزله من على عرشه واقعد انا مكانه، هروح ادعم واشجع واحكها في اي حد هيقدر يعمل ده نيابه عني. انا مقدر اللي انت فيه، وانا حزين يا ابني عليك والله ان انت راجل كبير معدي ال40 سنه ولابس لي سلسله وشكلك كده يعني. انت جاي من المانيا يعني، وانتوا عارفين المانيا كانت في اخر كاس عالم كانوا عايزين ايه. ولكن انا مشفق عليك، مش هقول اكتر من كده. ربنا يهديك ويشفيك. وعلى فكره بالمناسبه
جمهور الوداد ده انا شفت الفيديو، كومنتات على الفيديو، جمهور الوداد فاهم، عمالين يقولوا له انت زنطور زملكاوي، زنطور مصري، احنا فاهمينك، مش عايزينك تشجعنا. واديكوا شفتوا السنه اللي فاتت زي ما بقول لكم ماتش سان داونز الزملكاوي اللي كان هناك، ماتش ال 2-1 اللي هو كان من اسبوع في القاهره يوم الاحد اللي فات، ماتش الوداد هنا اللي كسبناهم 2-1، مشجع زملكاوي مطرود من مدرجات نادي الوداد، وعامل لك فيها بطل بقى وبيشجعهم، طردوه، قالوا له اطلع بره. وجمهور الزمالك ايوه هو ده الصح وجدع يالا، وروح شجع الوداد، وروح شجع سان داونز، وروح شجع الوداد في المغرب، وسيب اشغالك وسيب حياتك وسيب جاي من المانيا ودافع التذكره وكام ساعه طيران ورايح هناك ودافع تذكره الماتش ولسه هترجع تاني المانيا عشان تشجع الوداد اللي انت بتقول عليه اخوك في الظلم. اهو جمهور الوداد مش عايزك. والسنه اللي فاتت لما كان، ولا اللي قبلها لما كنتوا مع الترجي في المجموعات وكنتوا عايزين الترجي يفوت الماتش او يخلي او ما يخليش الفريق الجزائري يكسب باين او يتعادل، برضه كنتوا عمالين تحكوها، وخالد الغندور يطلع على قناه الزمالك يحكها في الترجي، وجمهور الترجي، جمهور الترجي طلع زفكوا وقال عليكم عاهره افريقيا، وبرضه لسه بتشجعوا الترجي لما لا كان بيلعب ضد الاهلي من حوالي شهر. احترت في امركم، احترت في امركم، مش عشان مش فاهمكم، بالعكس انا فاهمكم، بس احترت في امركم عشان شايفكم مكملين في اللي انتوا بتعملوه مع الفرق التانية على حساب كرامتكم وإنسانيتكم وفطرة ربنا اللي هو خالقها في الأرض وفي البشر. انتوا عكستوا كل شيء، عكستوا كل حاجة. ربنا يشفيكوا، ربنا يشفيكوا من الغل والكره والسواد والانحطاط اللي جواكم. نيجي بقى نتكلم عن حتة تصريحات الصحفيين المغاربة وضغطهم بكل ما أوتوا من غل ومن خوف، مش من قوة، لا من غل ومن خوف على النادي الأهلي. الحقيقة هم طبعا مش ما ضغطوش بكل ما أوتوا من قوة، لأن هم ما عندهمش قوة، هم عارفين هم مين اللي جاي يلعبهم. كبير القوم وسيدهم، كبير القوم وسيدهم، أسد أفريقيا، بطل أفريقيا، الملك المتوج على عرشه. قول زي ما انت عاوز تقول، قول كل كلمات المديح والثناء تصلح في النادي الأهلي. جمهور الوداد عارف ان مفيش اي حاجة هتوصلهم ان هم يكسبوا النادي الاهلي ككورة. صحفيين الوداد عارفين ان مفيش اي حاجة توصلهم ان هم يكسبوا النادي الاهلي كورة. لعيبة الوداد عارفين ان هم اقل من لعيبة النادي الاهلي. جهاز الوداد عارف ان هو اقل من جهاز النادي الاهلي. ادارة الوداد عارفة ان هي اقل من ادارة النادي الاهلي. كل نجيلة الملعب اللي هم هيلعبوا عليه بتاع محمد الخامس عارف ان النادي الاهلي اعلى. والاسد اللي انتوا السنه اللي فاتت سرقتوا حاجه تخصه جاي لكم تاني في ارضه في اقل من 10 شهور. فانا حاسس برعبكم، ولو انتوا فاكرين ان احنا مش فاهمين رعبكم تبقى انتوا غلابه قوي، غلابه قوي قوي، لان الرعب باين في عينيكم وباين في تصريحاتكم. كل الاسلحه اللي انتوا عمالين تمحوروا اسئلتكم حواليها هي حاجه واحده، هي حاجه واحده: هل ستتحمل لعيبة النادي الأهلي الضغوط الجماهيرية التي ستشكلها جمهور الوداد أو جماهير الوداد على لعيبة النادي الأهلي؟ بس ما جابوش سيرة تفوق نفسي، ولا تفوق في النتيجة، ولا تفوق في الأداء، ولا تفوق في الفني، ولا تفوق تكتيكي، ولا تفوق على المستوى الإداري، ولا النوعي، ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. مفيش أي نوع من أنواع تفوق الوداد وأي حد، لا وداد ولا تخين، لان انا الكبير، انا النادي الاهلي، مفيش حد في افريقيا اعلى مني، وهم عارفين ده كويس. بل هم عارفين ده اكتر من السنه اللي فاتت، لان هم حاسين بالسرقه اللي هم عملوها السنه اللي فاتت في النادي الاهلي، وحاسين بلقطه السوليه لما رمى الميداليه قبل ما يخش اوضه اللبس قدام الدنيا كلها، والفيديو سمع ووصل لكل الناس. هم عارفين وحاسين بده. انا حاسس بخوفكم، كلنا هنا في مصر، جمهور النادي الاهلي في كل حته في العالم حاسس بخوفكم، انتوا اللي خايفين. اول ربع ساعه بس لو عدت والنادي الاهلي ما دخلش فيه جون غير شرعي او بغلطه من مدافعين النادي الاهلي، مش بقوه لعيبه الوداد، غلطه من مدافعين الاهلي، انتوا انا متاكد احنا هنشوف، مش عايز اغلط ولكن احنا هنشوف حاجات حلوه في شورتات لعيبه نادي الوداد. هنشوف حاجه جميله،
انا متاكد ان هي ممكن ما تبانش من الكاميرا قوي لما يعني عشان مش هيعملوا زوم على شورتات اللعيبه، ولكن احنا هنحسها من غير ما نشوفها. اول ربع ساعه بس تعدي من النادي الاهلي بدون ما يستقبل هدف، اتفرج على جمهور ده اللي انتوا بتقول عليه جمهور وضغط وما ضغطش، اتفرجوا يعملوا ايه. والشماريخ اللي انتوا جايبينها مجهزينها عشان تولعوها بعد ما الوداد يسجل هدف، الشماريخ دي انتوا لما الماتش يعدي والوداد ما يسجلش حاجه، الشماريخ دي انتوا هتولعوها في اخر الماتش عشان بس مستخسرين تمنها، مستخسرين سعرها، مستخسرين شيلتها اثناء المشوار والتفتيش والدخول بيها والكلام دوت، ولكن هتولع على مفيش وهتولع على فشوش. وافتكروا كلامي، وباذن الرحمن النادي الاهلي هيسجل بكره، ولو ما سجلش النادي الاهلي راجع بالكاس. النادي الاهلي راجع بالكاس. كل ثقه كل ثقه كل ثقه بنسبه 100%، مش 99، بنسبه 100% ان النادي الاهلي هيرجع باذن الله بكره من المغرب بالكاس بإذن الرحمن، وإن شاء الله. قبل أي حاجة، آخر حاجة عايز أقولها، إن تشكيلة النادي الأهلي من وجهة نظري هي نفس التشكيلة اللي بدأ بيها النادي الأهلي ماتش القاهرة، اللي هي الشناوي، معلول، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني في الدفاع، حمدي فتحي ومروان عطية وديانج في خط المنتصف، 3 في خط المنتصف، الشحات وكهربا وبيرسي تاو، لأن دول الاتنين خصوصا الشحات وبيرسي تاو هم اكتر اتنين في النادي الاهلي عندهم سرعات ويعتبروا صواريخ. انت النادي الاهلي عنده صواريخ على الجنبين، هون الصواريخ ديت اضمن لكم ان هم باذن الله هيكونوا سبب اساسي في رعب جمهور الوداد بكره، وفي رعب لعيبه الوداد بكره والجهاز الفني وكل منظومه الوداد. اخر حاجه عايز اقولها كلمه لرجاله الاهلي، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، بكره الساعه 10 انسوا ان انتوا مليونيرات، انسوا ان انتوا مرفهين في حياتكم، انسوا ان انتوا لعيبه في اعظم نادي في الشرق الاوسط، انسوا ان انتوا مرتاحين في حياتكم، انسوا اي حاجه ليها علاقه بالطرف وبالرفاهيه في حياتكم. انتوا بكره مكن، انتوا بكره محاربين، انتوا بكره ابطال جوه الملعب. مفيش اي نوع من انواع التهاون. اي كره ثنائيه اطلع، مش هقولك اكسبها، اغتصب الكره، اطلع بكل عضو في اعضاء جسمك، بكل ذره نفس ربنا اديها لك، طلعها بكره في الكره المشتركه اللي هتطلع فيها مع الخصم بتاعك. اي كره هوائيه اكسبها، اي كره على الارض شيل النجيله من على الارض، شيل الكوره باللاعب بالنجيله من على الارض. انت بكره بتدافع عن سمعه النادي الاهلي، انت بكره بتدافع عن ال10 بطولات الافريقيه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخه، انت بكره بتكتب تاريخ النادي الاهلي، انت بكره بترجع حق النادي الاهلي اللي اتسرق السنه اللي فاتت. ربنا بيديك فرصه للتعويض ما تفوتهاش. الجيل ده، الماتش ده اهم عندنا من ماتش القضيه، اهم عندنا من نهائي القرن، لان احنا ربنا رزقنا بجمهور تاني في افريقيا بيزيد، جمهور تاني ما ينفعش ياخد منك من ضمن 4 افريقيا عنده، لو كسب بكره يكون واخد 3 منك، هو اوريدي واخد 2 منك من 3 افريقيا. حظك ان انت بتوصل كل سنه افريقيا في النهائي، وحظك ان انت على طول في البطوله في المراحل المتاخره، عشان كده اي حد بياخد افريقيا بيكون معظم الوقت واخدها من النادي الاهلي. انت كبير وده قدرك، ولكن ما تفكرش في كل ده، فكر ان انت بكره محارب رايح تدافع عن الشعار وعن سمعه النادي اللي السبب في كل حاجه حلوه حصلت لك في حياتك بعد الله، بعد ربنا. ما تنسوش يا جماعه مسؤوليتكم، انتوا مش رايحين بكره تجيبوا بطوله، انتوا رايحين بكره ترجعوا هيبه النادي الاهلي اللي اتهزت، كرامه النادي الاهلي اللي اتهزت، فرحه جمهور النادي الاهلي اللي وثق فيكم. ما تنسوش بكره انتوا محاربين فقط، انتوا مش بشر، انتوا مكن، بكره انتوا مكن. ما تنسوش بالله عليكم كرامه النادي الاهلي وهيبه النادي الاهلي واقدار بطوله مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي بين ايديكوا ورجليكوا.
ومسؤولية على صدركم وأعناقكم. لحد هنا بتكون حلقة انتهت، أتمنى إني كنت في خفيف حضرتك، بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بألف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي أهم حاجة في يومك. السلام عليكم.